في يا جماعه كمان المنظم ده جبته، عجبني جدا. بصوا هو بيبقى فيه كده كرتونه من جوه وبيبقى متطبق. الكرتونه دي بتتحط في القعر كده، وبعدين بيتقفل كده، وليه هنا لزق كده اهو تلزق بيه، وليه يد بقى بتحطيه في الدولاب وتسحبيه. يعني جميل قوي بصراحه. نسيت اقول لكم صحيح ان لو حد حب يعرف سعر اليشمك ده، ده سعره 15 جنيه. كنت جايباه من الحسين. والاشارب برضو نفس الحكايه 15 جنيه. في منه بقى بدل الذهبي ده، في منه اللي هو الترتر اللي هو بيبقى الوان، وفي منه الفضي زي ده كمان، بس انا فضلت الذهب يعني احسن. في كمان بقى منظم زي ده بس اكبر شويه. ده اكبر ومنقوش كمان من بره كده وكده، من جوه مساحته كبيره. يعني بصوا بالنسبه لايدي ياخد ايه حاجات كتير جدا، وعالي اعلى من التاني شويه. بيتقفل كده من الجناب، وليه ايه لزق من هنا، لزق من. كان في رسومات بقى تانية، في اشكال تانية كتيرة، بس انا عجبني يعني ده شكله حلو. كان في منه كمان الابيض في اسود ورسومات تانية عليه، بس ده جميل. وفيه برضو اليد اللي بتسحب ايه منها. منظمات جميلة في البيت. في بقى دي جبتها شنطة للبحر. هي بيقول لي حافظة اكل، ممكن لو روحتي البلاج، روحتي نادي اي حاجة، بس انا جايباها يعني عشان ان شاء الله اسكندرية. شكلها جميل، كبيرة جدا. يعني شوفوا هو شكلها بالنسبة تيجي بقى افردها كده، هو وقفها معلش عشان انا ماسكه الكاميرا بايديا، ان الصور مش جايه واضحه الاحجام لو ثبت الكاميرا. بصوا كبيره قد ايه، برضو حجم ايدي فيها سوسته، وفيها هنا عشان لو حبيتي الموبايل. ايديها جميله متينه قوي، ممكن ان انا تتمسك كده اهو، وكبيره بصراحه. ممكن برضو الواحد لو حبيت ممكن اركب لها سوسته من جوه، او اركب لها كباسين. يعني ايه، ممكن كذا فكرة يعني. وممكن اخليها كده بس، يعني ممكن تستخدم يتحط فيها مثلا حافظة طعام، ويتحط فيها معاها هدوم مثلا البحر، بورنوس، فوطة، بشكير، على حسب اللي بيتاخد ايه للبحر. دي كانت ب50 جنيه، وهي متبطنة حلو من جوه سفنج، يعني فعلا تنفع حافظة قوي. دي يا بنات كانت مشترياتي اللي هي بالنسبه لتنظيم البيت والمكياج. هو في حاجات للمطبخ، بس طبعا ان شاء الله في فيديو تاني، عشان ما اطولش عليكم. يعني احتمال يكون الجزء ده جزء تاني للجزء الاولاني، لان الفيديو فصل مني التليفون ما كملش، فممكن يكون الفيديو الاولاني طويل شويه. ما بيحبش زي ما قلت، يحب الفيديوهات الطويله، فايه ياخدها من قصيرها وما يتفرجش احسن. اللي بيحب يشوف ايه الحاجات المشتريات والحاجات اللي ممكن نفيد بعض بيها، يكمل الفيديو لاخره. واتمنى اكون فعلا ضيفه خفيفه عليكم في كل فيديو كده، واكون خفيفه على قلوبكم. انا معلش يعني باجي عند الكاميرا والاقي نفسي خلاص مش يعني ما فيش مواجهه، برضو الواحد صعب يعني، ولسه في الاول لسه ما اخدتش برضو قوي على ان انا اتكلم مع حد. بس ان شاء الله باذن الله ناخد على بعض. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. واتمنى بقى ان لو حبيتوا القناه تشتركوا فيها، ولو حبيتوا ان انتوا تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، كومنت لو حد عايز يسأل في اي حاجة يا جماعة، عايز يعرف المكان فين، عايز يعرف السعر لو عجبتكم الحاجة، وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين،
وان شاء الله ربنا يبلغنا في الايام دي ليلة القدر باذن الله، ويكون دعواتنا مستجابة، ويصلح حالنا كلنا يا رب ان شاء الله، ويشفي كل مريض ويرحم امواتنا، ويصلح حال بلدنا ان شاء الله، ونكون في احسن حال. السلام عليكم، باي باي.